السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بداية صل على حبيبك النبي. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم، وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. بداية تحية لفريق نادي الزمالك، لاعبين نادي الزمالك راجل راجل، وعلى رأسهم محمد شحاتة، تحيه للكابتن معتمد جمال، تحيه للكابتن ابراهيم صلاح، تحيه للكابتن ابراهيم عبد الناصر محمد، تحيه لكل فريق نادي الزمالك وجماهير نادي الزمالك اللي حضرت هناك كمان. بص حبيبي، بدايه سيبني، انا قلت لك بدايه انا ما بعملش الفيديوهات دي للتربح، الحمد لله. اما بقول لك شير ولايك وكده يعني مش للتربح. انا عامل القناه دي عشان اقول فيها كلمه حق، صوتي من دماغي، عشان نرد شويه على المعتيه دي اللي طالع علينا شويه معتيه. انت فاهم؟ معتيه والله، معتيه كوره يعني. كل من هب ودب صار لي بالكوره دلوقتي. ما علينا. اللي خلى ياسمين عز ليها بالكوره ما علينا. اللي خلى احمد موسى ليه بالكوره فاضل ايه التاني؟ فاضل نشأة الديه يتكلم بالكوره وتكون كملت علينا. المهم ما علينا، بدناش ايه نقعد. هاي بدايه حبيبي جماهير نادي الزمالك. بص يا حبيب قلبي، اوعى حد يدخلك المتاهات، يقعد يقول لك ده 1-0، ده المفروض تكسبه هنا 2-0، ولو جاب هدف هيبقى 2-1، ويحطك ايه يلعب على اعصابك بالحته دي. واللي يقول لك ده فريق بيلعب، اقسم بالله الفريق ده واخد اكتر من حجمه. وان شاء الله هيدعك هنا، هيدعك. صدقني الزمالك يلعب بهدوء، نلعب بهدوء، هندعكه. عارف يعني هندعكه؟ شفت المعلق الجزائري اللي احنا بنقطع ببعض؟ انا اما جه اتلغى هدف بزيرو واتحسبت ركله الجزاء على الزمالك، اقول لك جات لي كميه تليفونات من الاهلاويه ومن قرايبي اهلاويين فرحانين قوي، فرحانين قوي. الزمالك ده انا حاسه من حته تانية، انا حاسه مش من مصر، ويحسسوني ان الزمالك ده مش مصري والله. يا اخي ده المعلق الجزائري ده والله له كل التحيه من كل جماهير نادي الزمالك، بيثني على نادي الزمالك اثناء. يا راجل ده قال كلمه انا سجلتها عندي، قال لك الزمالك ليس فريق يعتلي منصات التتويج، الزمالك مملكه من الذوق الرفيع. يا سلام. قال لك الزمالك ابتدى يفتح الفن والهندسه. ايه الكلام الجميل ده؟ ما علينا. اللي حصل حصل يا جدعان. اكلمك كره قدم ان شاء الله هنكسبهم. صدقني انت تلعبهم على الهدود، دي مش فرقه، اقسم بالله فرقه كسر، اما ضغطناها بالشوط الثاني شفت اخطائها، شفت الاخطاء اللي عندهم. حارس انسى، الحارس ده تعبان مله. لعيبه الزمالك لازم تستغله. يا راجل احنا نلعب الكوره بتاعتنا، مش هنخترع كوره نادي الزمالك. هنلعب كوره نادي الزمالك، بس انا ما بقولش حاجه يعني، بجيبش حاجه من بره، بفتيش. تمام. نلعب كورتنا، نطلع الشوط الاول، والله الشوط الاول نغلبهم 2-0 اذا لعبنا الكوره بتاعتنا. ده فريق خالص يا عم، ده فريق تعبان مله. بس هاجي لك بحاجه تانية. حبايبي بتوع اليوتيوب الزملكاويه، حتى منهم زملكاويه كتير، يا اخي هو صار للزمالك دلوقتي 30 مليون مدرب عندنا، 30 مليون مدرب. انا شفت ناس حطت التشكيل بتاع نادي الزمالك كلها معتمد جمال، واللي يعدل على معتمد جمال، واللي يعدل. يا جدعان ما تكسفوا شويه كده، ما تكسف. انت بتعمل فيديوهات يعني انت مثلا عشان تجيب مشاهدات وتجيب الكلام ده، تقعد تفتي والتشكيل الافضل لنادي الزمالك ودي الثغره اللي عند نادي يا عم انتوا كلكم معتمد جمال، ولا كلكم محمود الجوهري، ولا كلكم حسن شحاته؟ يا عم ايه ده؟ انا بامانه تعبت من العقليه دي، بنقول في عندنا مثلا، بنقول ثغرات، بس ما اقعدش انا افتي بالتشكيل ولا يلعب فلان وفلان 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 وفلان. يا جدعان واحد والله العظيم تعب، قسم بالله تعبت. انا بديش اطول اصلا بالفيديو ده. حبايبي الزملكاويه،
بص انا مش هقول لك زملكاوي، حتى النخاع دي قليله، ممكن انا اكون 100 عقبه نفسيه، لكن والله ما انا زعلان. اقسم بالله انا اول مره الزمالك يتغلب ما ازعل. فرقه كسر، والله كسر. بعيد لك كوره، لو عاوز احلل لك كوره، فرقه تعبانه يا راجل، ده ما بيعرفوش يخرجوا بالكوره، لما تضغط عليهم ما بيعرفوش يخرجوا. ما عندهمش راس وبعدين هم عندهم حاجه واحده بس، كل كوره يمسكوها عرضيه. لاحظ عليهم كل كوره عرضيه، سارعين بالاوتات. مش زي لعيبتنا يقعد يمسك لي الكوره ويقعد يلعب لي، محمد ابراهيم يقعد يمسح لي فيها وتكون احنا مستعجلين والواحد بيكون على معاه وهو بيمسح لي الكوره شوف مسرحهم بالاوتات. حسام عبد المجيد، راجع نفسك، بس مش هقول لك كده، راجع نفسك. مش مدافع دولي اللي يلعب كوره زي هي ركله جزاء، ركله. والكلمه دي ادي لك اياها من الكابتن هيثم فاروق، يعني مقتبس من الكابتن هيثم فاروق عشان واحد ما يسيبش حاجه لنفسه. الكوره دي لو ما جاتش جول كان ما رجعش الفار ليها، كان ما رجعش الفار ليها، بس عشان جت جول هدف بزيرو العالمي ده. بزيرو، بزيرو، انت بزيرو. شو اقول لك؟ مش عارف اقول لك ايه. انت ابراهيموفيتش يا ابني، يعني اقول لك ايه، انيستا. ها، رجعتني للزمن الجميل، لعيبه الكوره. بصراحه الكابتن رضا عبد العال عنده حق يدافع عنك كل الدفاع ده حبيبي. بس بدي اروح اقول لك لحاجه. بعد ما خلص ماتش الزمالك واتحاد العاصمه، جه احمد الخالدي ده اللي شاط ركله الجزاء، ده افضلهم على فكره. احمد الخالدي ده افضلهم كسر، يعني هو افضلهم كسر. قعد يضخموا فيه وقال لك زي زيزو اما كان واقف، ناس تقول لك زي زيزو اما كان بيلعب بالزمالك يا لا، زيزو مين يا عم؟ الناس نايمين، تعبان برضه. تمام. احمد الخالدي ده قال لك كلمه يا اتحاد مصر، يا مصريين يا هو، قال لك احنا عارفين انه الزمالك لاعب ماتش من 3 ايام بالدوري المصري قدام سموحه، واحنا كنا مستغلين الحته دي، كنا مستغلين الحته دي. يعني هو حط بدماغه انه الزمالك لاعب ماتش يا بتوع الكوره. تمام. يا اتحاد مصري، يا مطبلتيه يا ولاد. اخ. تمام. لو الاهلي ده لعبتوه كان مع سموحه، لو الاهلي كان لعبتوه مع سموحه، لو اقسم بالله، اقسم بالله ما يلعب ماتش قبل مباراه ببطوله افريقيا ب3 ايام، والله ما يلعب. احمد الخالدي قال لك كنا بنلعب على الحته دي وكنا عارفين القصه دي. تمام. أه. اقول لك ايه طيب يا راجل، ده كل الجزائر، كل فرق الجزائر، جماهير الجمال كانت بتكاتفه مع اتحاد العاصمه على الزمالك. اه. عكس عنا هنا خالص، احنا احسن ناس نقطع ببعض، احسن ناس نقطع ببعض. وتجيبوا لنا بالافلام وبالدراما المصريين بالغربه يا انهم ايه، ابطال ومع بعض وحب ووفاء، واحنا اوسخ ناس مع بعض بالغربه. اقسم بالله انا عشت بره، قضيت عمري بره. اسالني انا اللي اقول لك. اوسخ ناس احنا مع بره. انا قضيت عمري، اتولدت بره، انا قضيت عمري كله جوال. انا اللي اقول لك اسمع مني. انت عم تقول قال انه لما يلاقي مصري بره اوه يحتضن، ولا في اوسخ منا بره مع بعض. المهم الحمد لله رب العالمين، طولنا على الناس بالفيديو. حبيبي الزملكاوي، ان شاء الله خلي قلبك حديد باذن الله. الكونفدراليه ب 100 عقبه، خذ الكلام ده سجله عندك من اخوك، بس نلعب على الهدوء. الزمالك مش مطلوب منه الا حاجه واحده، الزمالك مطلوب منه الهدوء، الهدوء فقط، ما يستفزوكاش بس. وان شاء الله ربنا يكرمنا، بس اول ربع ساعه كده، تلت ساعه نقوم دبينهم هو الاول، ندبهم بس الجول الاول، واتفرج بقى يا معلم على الماتش، اتفرج على الفضايح اللي هتحصل فيهم. شوكوبانزا. كابتن معتمد، انا عاوز اسم الشيخ، اسم الشيخ اللي وديت عندي شوكوبانزا اللي بيقروا عليه ده، عشان لو جات لي اي حاله ولا كده نوديها عند الشيخ ده. حبيبي، كل التحيه لنادي الزمالك ورجاله نادي الزمالك. ان شاء الله الكونفدراليه ب 100 عقبه باذن الله تعالى، باذن الله تعالى. وسجل الكلام ده عندك، وسجل الفيديو ده عندك. ولو عجبك الفيديو حبيبي ما تنسانيش بالمشاركه.
واللايك الجميل والمشاركه بالقناه، والله مهول التربح باذن الله تعالى. حبيبي يا نجم،